أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أجندات الأحداث، وبنفتح معاكم صفحة من صفحات أجندتنا المعتادة. ثم ماذا بعد؟ ثم ماذا بعد؟ هند عبد الحليم عبد التواب نصار. هند عبد الحليم عبد التواب نصار الملقبة بنصابة المحلة الكبرى وأجوارها، ويمكن كمية النصب بتاعتها دخلت ل4 محافظات كمان بجانب المحلة الكبرى. لكن أنا بطلب بس من زملائي اللي في الكنترول لو سمحتوا يا جماعة ينزلوا لي صورة هند ويثبتوها لي على الشاشة طول الحلقة. هند عبد الحليم عبد التواب نصار، لو جينا نتكلم او ضحاياها بمعنى اصح بيقولوا لي يا ريت تتكلمي عن حياتها الشخصيه عامه كامله، بس انا لما هاجي اتكلم عن كم السلوكيات المشينه اللي في حياه هند والمقززه انا مش هقدر، ان انا يمكن محتاجه سلسله حلقات كامله، وقد ايه شخصيه مؤذيه للغير فعلا. احنا بالمعنى الحرفي في حياتنا في ناس مؤذيين كتير جدا، لكن هند عبد الحليم يعني ضربت المعدل القياسي في الإيذاء، يعني ضربت المعدل القياسي في كم الإيذاء في حياة هند الشخصية. أنا بقول للسادة المشاهدين إن حياة هند الشخصية ما تخصناش لا من قريب ولا من بعيد، وهي إن كانت يعني في أشخاص اتأذوا منها فالله المستعان، وربنا مع الأشخاص اللي هي أذتهم دول. ليه هند عبد الحليم؟ احنا بنتكلم النهارده، الاول بتكلم في الشق اللي يخص البرنامج. هند عبد الحليم عبد التواب نصار عملت مداخله في برنامج اجنده الاحداث من فتره ليست ببعيده، وادعت انها صاحبه حق، وان شخص ما وهو استاذ خالد الصعيدي يقوم بابتزازها ماليا وجسديا. ونحط خط قوي تحت ادعت. نشوف معاكم جزء من المداخلة اللي هند عملتها في برنامج أجندة الأحداث عشان المصداقية بتاعت البرنامج، ونرجع لكم تاني. طب معايا اتصال. اتفضلي يا فندم. الو استاذه بشرى. الو، مين هند؟ ايوه اتفضلي حضرتك، قولي هند ايه؟ انا اسمي هند عبد الحليم من المحله. اهلا بحضرتك يا هند. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا متابعه اتفضلي برنامج سؤال. حضرتك. انا عندي مشكله. انا حد بيستاذني اسمه خالد الصعيدي، تمام؟ الو. ايوه يا هند سامعينك. تمام. يا ريت بس بالله عليكي ما تقفلي عليا الخط. لا يا حبيبتي، انا متابعه برنامج حضرتك من زمان وعايزه يعني اجيب حل من خلال البرنامج. طب ماشي يا هند، احنا مش هنقطع عليك الخط، بس بنستأذنك بدون ذكر اسماء احد. تمام ماشي يا حبيبتي، يعني احكي مشكلتك وهنستأذنك بدون ذكر اي اسم. تمام. قولي شخص ما. طيب اتفضلي. شخص ما انا كنت واخده منه مبلغ، كان شريكي في محل، تمام؟ اتفضلي. وبعد كده هو اشتكاني، جيت اديته المبلغ، انكر ان هو اخده، ودلوقتي القضيه طبعا حكمت عليا، وانا سبت الدنيا دي كلها ومشيت، سبت بلدي وسبت محلاتي ومشيت. بس فمش عارفه اعمل ايه. ودي كانت المداخله اللي هند عملتها اثناء الهوا في البرنامج، وطلبنا منها ان هي تسيب رقم تليفونها في الكنترول واحنا هنتواصل معاها بعد الهوا. وبالفعل تواصلنا معاها، اجندة الاحداث تواصلت معاها بعد الهوا وحكت كل حاجة باللي هي شايفاه ان هو من وجهة نظر هند ان هو صح. بدأنا نعمل سيرش على استاذ خالد الصعيدي اللي هي ادتنا تليفونه واللي هي اتكلمت عليه، هو من منية سمنود مركز أجا، ودي من ضمن البلاد اللي هند كانت ليها النصيب وحظيت بالنصيب مع هند بالنصب. تواصلنا مع الراجل، وبصراحة الراجل كان حريص جدا ان هو يتواصل معانا اكتر مننا، وبالفعل رحنا له. وقد كانت المفاجأة بالمستندات والوثائق. طلع لنا كم مستندات وكم وثائق ليست بقليلة، وكلها بتؤكد كلامه، وكلها بتؤكد ان هو فعلا على حق. طبعا الاتنين قدامي خصمين، اصدق مين فيهم؟ اصدق المستندات والوثائق
ولا اصدق كلام هند اللي بمعنى اصح كان ليها مفعول السحر ان هي تقنعني ان هي بريئة وتقنع الكاست بتاع العمل اللي معايا. طبعا مش كل واحد معاه ورق ومستندات بيتم تصديقه، لان في ناس بالفعل ودي عصرناها كتير بتبقى مستفة ورقها لإيذاء الغير. بدأنا ناخد ارقام القضايا اللي استاذ خالد اداها لنا، وارقام المحامين اللي هو قام بتوجيهنا ليهم، وغير المحامين اللي هو قام بتوجيهنا ليهم. وبدأنا من اقسام الشرطة. بدأت الجروبات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تبعت لي كل ما يشوفوا المداخلة عشان يأكدوا لي ان هي مش صاحبة حق، وان هند بتدعي الادعاء الكامل على هذا الرجل وغيره بقى. وبدأوا يبعتوا لي اوراق وحاجات كتيرة جدا، برضو ما خدتش بالوثائق اللي الناس بعتتها لي. بدأت بأقسام الشرطة بداية من قسم شرطة ميت غمر. مأمور شرطة ميت غمر بصراحة مشكورا قام بتوجيهنا وقال لنا عشان ان انتوا توصلوا للحقائق يبقى تبدأوا من مسقط رأس هند اللي هو المحلة الكبرى. وبالفعل طبعا بنشكر في البدايه، يعني في بدايه كلامنا، مأمور مركز ميت غمر اللي قام بتوجيهنا التوجيه الصحيح، واداره مباحث ميت غمر اللي قامت بتوجيهنا، ولقينا عندهم فكره عن الموضوع وقالوا دي نصابه كبيره جدا جدا جدا، لكن عشان توصلي للقضايا بالظبط يبقى تروحي مسقط راسها وهي المحله الكبرى. رحنا بالفعل لمباحث المحله الكبرى واتقابلنا مع مأمور اسم شرطة المحلة هناك وكم ناس من أمناء الشرطة ومن الضباط، وبدأوا ان هم يساعدونا. وقد كانت المفاجأة بقى ان احنا لقينا على هند قضايا بتصل ل 28 قضية كلها شيكات وقضايا نصب، 55 سنة احكام، غير ان لسه احكام ب 30 سنة قدام، وغير بقى كمان الناس اللي لسه ما اشتكتش. بدأنا ان احنا نتواصل مع الناس اللي لسه ما اشتكتش، اللي بعتولي على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأوا يقولوا لي احنا لسه ما اشتكيناش. تواصلنا معاهم وجبناهم معانا على التليفون النهارده عشان نعرف هم ما اشتكوش ليه. مدام ايمان احمد. ايوه استاذه بشرى. ايوه يا مدام ايمان. ايوه مع حضرتك. مدام ايمان احمد الضفراوي. مع حضرتك. اتفضلي حضرتك، انت من ضحايا، تعتبري من ضحايا هند. ايوه انا اولا بشكر حضرتك يا استاذه بشرى ان حضرتك نزلتي المحله واتكلمتي معانا وتواصلتي معانا وشفتي الموضوع ده يعني كده. لا يا حبيبتي، لا شكر على واجب، وطبعا انتوا بينتوا لنا حقائق كتير اثناء ما احنا كنا موجودين. طب انا عايزه اعرف منك مدام ايمان، ايه بدايه هند معاكي؟ هي كانت المفروض انها صاحبه كوافير هي واختها، اللي هو كوافير مسايا، وانا اتقابلت فيها مع بواحده صاحبتي وكده، وقعدت تقول لي هاتي لي تليفون، بعدها لا هاتي شاشه، لا هاتي لاخويا، لا هاتي لاختي. يعني خدت منك مجموعه اجهزه او اجهزه وخدتهم على اساس ان هي بتشغلهم، ولا على اساس ان هي على اساس ليها ولاختها ولجوزها ولمامتها. بتوضح بعد كده ان هي بتاخد الحاجات دي وتحرقها. بتحرقها ازاي؟ يعني بتبيعها بنص الثمن ولا؟ عشان تاخد فلوسها يعني. يعني انت قصدك بتاخد الحاجه دي وبتاخدها ان هي واخداها الناس، وبتبتدي هي تحرقها وتبيعها مثلا بنص الثمن. طيب انت واخده عليها وصولات؟ ايوه واخده وصولات. طب المبلغ اللي هي خدته منك كام يا مدام ايمان؟ هي خدت مني حاجات تقريبا كده في حدود 40، وخدت فلوس بتاع اخويا ب 60,000. طب وانتوا لما اديتوها الفلوس والحاجه دي؟ قعدت تقول لي شوفي حد يشغل مبلغ وانا اشغله لكم. فانا كان قدامنا فلوس اخويا اللي هيتجوز بيها واديتها لها، وهي كان ليها طريقه بقى ان هي تخلي اللي قدامها يديها كل حاجه. يعني بمعنى اصح كان لها مفعول السحر، وده احنا لما حتى ناقشناها لقيناها هي عملت لنا غسيل مخ. احنا
هي كانت ليها طريقة زي الساحرة يعني، فهي كانت تخلي اللي قدامها يقول لها خدي، انا اللي اقول لها خدي. واديتيها فلوس نقدي؟ في اول التعامل تبين ان طريقتها كويسة ومعاملتها كويسة، وتديني الفلوس قبل ميعادها وتقولي شفتي انا معاملتي حلوة ازاي. يعني بمعنى اصح بتسحبك. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. هي خدت كل ما اللي كان حيلتنا يعني، على ما انا جيت اكتشفت حقيقتها كانت هي خدت كل حاجه. يعني كنت اديتيها المبلغ وكانت الوقت عدى؟ ايوه كنت اديت لها كل حاجه للاسف. طب ما حدش وصلك ليها مثلا، لاهلها، للناس اللي هم معاها اللي عايشه معاهم؟ انا رحت لها برضو بيتها، لقيتها بدات تسيب الشقه. رحت لمامتها لقيتها قعدت تقول لي انا ما اعرفش هي فين، واختها قعدت تحلف وتقول ما اعرفش هي فين. كلهم عصابه، امها واختها وجوزها واخوها كلهم عصابه، وكلهم عارفين هي فين. وفي الاخر مشت وسابت الشقه برضو هي كمان مامتها. تمام. واختها برضو سابت شقتها. كلهم كانوا ساكنين ايجار، وفي ثواني سابوا شققهم وهربوا. خير خير يا مدام ايمان، احنا طبعا ربنا يجيب لكم حقكم، ونتمنى ان صوتنا يوصل من خلال برنامج اجندة الاحداث، وان يتم نصب على ناس كتير قوي، نصب على ناس كتير قوي بجد يعني. يا بنتي الله المستعان يا رب، الله المستعان. احنا طبعا بنشكرك مدام ايمان، وبنتمنى ربنا في اقرب وقت ان يجيب لكم حقكم ويتم القبض عليها من اتجاه الجهات المعنيه باذن الله. تمام. وبطلب من حضرتك برضو لما يتم القبض عليها ان شاء الله تنزلي المحله باذن الله. باذن الله يا حبيبتي، ده اكيد. وكنا نتمنى ان يكون معانا مستشار قانوني النهارده، لكن وقت الحلقه بصراحه ما يسمحش. فباذن الله لما هيتم القبض عليها هنجيب مستشار قانوني وهنستشيره في الاحكام دي كلها. شكرا لحضرتك. شكرا يا حبيبتي، شكرا مدام ايمان. ودي كانت المداخله اللي عملتها ايمان احمد الضفراوي من ضحايا هند عبد الحليم عبد التواب نصار، الملقبه بنصابه المحله الكبرى. وانا طبعا بطلب من زملائي اللي في الكنترول يا ريت يثبتوا لي صوره هند طول الحلقه، عشان كل اللي يسمع الحلقه يبقى شايف الصوره قدامه. طبعا احنا بنتمنى ان ربنا يرجع للناس دي حقها. كانت ايمان بتقول لي ان هم ما اشتكوش خوفا من ان الاحكام تسقط من على هند على ما تيجي. طبعا بعد كده هيبقى معانا مستشار قانوني وهنبتدي نسأله في الحكم القضائي لده كله. لقينا جروبات بتبعت لنا على ايميل البرنامج وبتقول لنا انها عارفة معلومات كتيرة جدا عن هند. طبعا ما خدناش بكلامهم، ان مجرد ما يبعتوا لنا اي حاجة قلنا يمكن اقسام ليها. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا احنا بندور لهند على ثغرة ان احنا نلاقي عندها ولو جزء، يعني ولو 1% من المصداقية الكلام اللي هي قالته لنا. نزلنا المحلة تاني ورحنا للمحل بتاعها اللي هو كوافير مسايا، اللي تم غلقه دلوقتي من قبل الجهات المعنية، لان هي كانت واخدة المحل ده ستار بتبتدي من خلاله تصطاد بضحاياها اللي بتبتدي عمليات النصب معاهم. المحل في المحلة الكبرى بجوار فتح الله، وبدأنا نسأل الناس والجيران اللي هناك، وبدأوا فعلا يأكدوا لنا كلام الجروبات وكلام الناس اللي قابلناهم وكلام أستاذ خالد الصعيدي وكلام ناس كتير. الملاحظة بقى اللي لاحظتها طول ما أنا ماشية في الطريق ده، الست راوية اللي هي أم هند عبد الحليم عبد التواب نصار. الست راوية ضمنة هند في كذا حاجة من اللي هي بتجيبهم عند الناس اللي هم ضحاياهم بمعنى أصح. ضمنتي بنتك مرة واثنين وثلاثة ولقيتي بنتك ما بتسددش، إذا انتي مدانة وموافقة على اللي هي بتعمله. وما نستغربش بقى لما نقول إذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقصي. يعني ما نستغربش بقى اللي بيقول كده فعلا. إذا انت موافقة، والأخ والأخت والأم والزوج، إذا دول عصابة وتشكيل عصابي كبير جدا. فالأم لو هي مش موافقة على اللي بنتها بتعمله ما كانتش
مضت مرة واثنين وثلاثة واربعة. اذا كلهم مع بعضهم، وزي ما قالت ايمان احمد الضفراوي ان كلهم فعلا تشكيل عصابي مع بعضهم. وفعلا ده اللي لقيته على الجروبات بتاعت المحله الكبرى وجروبات في طنطا، ان هم منزلين صورهم كلهم ان ده تشكيل عصابي كبير جدا ويجب توخي الحذر منه. ناس كتيره جدا بقى كانت هند بتنصب عليهم وتاخدهم يضمنوها عن طريق البنوك. ومعايا الصديقه المقربه لهند، عبد الحليم عبد التواب نصار، اللي كانت من ضمن ضحاياها اللي هي خدتها ضمانتها في بعض الحاجات مع عند ناس كانت بتنصب عليهم. صاحبتها ديت تعتبر الانتيم بتاعتها اللي هي عارفه عنها كل حاجه مباشره. ونجيب صديقتها الشروق اسمها امل جاد الملقبه بالشروق، نجيبها معايا على التليفون. الو. تمام حضرتك. ايوه يا شروق. شروق اسمها، ايوه يا حبيبتي ثانيه واحده، شروق اسمها اساسا امل جاد السيد، ولكن شهرتها شروق في المحله. معايا شروق؟ مع حضرتك. ايوه حبيبتي. انت لما جينا لك المحله، احكي لنا بقى انت بدايتك مع هند كانت ايه وعملت معاكي ايه؟ اولا بس انا بشكر حضرتك يا استاذه بشرى جدا ان انت جيت لنا، ونتمنى ان انت يعني تعملي لنا زي ما وعدتينا باذن الله. ده اكيد والله، وانا لسه واحده تاني لما يتقبض عليها باذن الله. باذن الله يا حبيبتي، ده اكيد ده اكيد. انت بقى ايه، قولي لي ايه حكايتك مع هند وجبت لها ضمان ازاي، او انت كنت ضامن ليها ازاي؟ بصي هي دي شطانه، هي مش هند، هي شطانه. ازاي دي مش عارفه والله، انت بتقولي لي ازاي مش عارفه. طب انت ازاي وافقتيها يا شروق ان انت تجيبي لها قرض؟ هي صاحبتي، هي دي لها اسلوب اساسا، يعني غير ان هي صاحبتي، لو واحده غريبه انا ما اعرفهاش باسلوبها ده انا هعمل لها اللي هي عاوزاه، هطلع لها عيني هديها لها لو هي عاوزاها. بما انكم اصدقاء؟ والله ولو مش اصدقاء. ده هي عندها اسلوب بتقنع. يعني انت بتتكلمي على اسلوبها في طريقه الاقناع، في اسلوبها. نفس اللي قالته مدام ايمان ان اللي هي بتقوله ده الصح. والله ولو حتى انا شايفه ان هو غلط بصدق ان هو صح عشان من كلامها. سبحان الله، ما هو دي طريقه النصاب، دي طريقه النصاب. بصي يا استاذه بشرى، دي حياتها الشخصيه سودة زباله. سلوكها شيطانه. ما عندهاش حرام، ما عندهاش عيب، عايزه تعمل اي حاجه عشان مصلحتها تمشي. هي دايما بتقول، هي كان كلمتها دايما كده، اهم حاجه المصلحه تمشي. هي دي كلمه هند. يعني حتى لو هتعصي ربنا اهم حاجه المصلحه تمشي. اهم حاجه المصلحه تمشي. ايه المشكله؟ اهم حاجه مصلحتها تمشي. بصي يا استاذه بشرى، انا كان نفسي بقى وانت موجوده كده تقابلي ساره اللي انا قلت لك عليها، اللي بس هي كانت محبوسه طبعا، ما كانش ينفع انت تشوفيها. يعني انت تم ضحيه من ضحايا هند بقى، بس دي اتحبست بقى، قعدت 3 شهور يا حبيبتي بسبب هند. بسبب هند. طب انت حد اشتكاكي يا شروق؟ طبعا كل اللي انا ضامنه عندهم هند شاكيني. طب انت جوزك كان فين يا شروق؟ كان موجود. يعني كان موجود معاكي؟ انت قلتي لي ان انت مطلقه. انا خليته هو كمان يضمنها. بما انكم كنتوا اصدقاء. انا ضمنتها بقى عند الشخص ده، فانا مش هنفع تاني. فخليته هو ما كانش موافق، وخليته هو يضمنها بما انها صاحبتك. بما انها صاحبتي. من الواضح ان هي عندها طريقه في الاقناع خلتكم كلكم انقضتوا وراها. يعني منها لله. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يوقعها في شر اعمالها باذن الله. احنا طبعا ان هي تقع. لا انا شك في الموضوع ده والله. ايه؟ انا شاكه في الموضوع ده، هي صعب تقع. لا باذن الله، باذن الله ربنا هيجيب للناس حقها. والله العظيم انت ما تعرفيش حاجه، هي دي صعب تقع. لا باذن الله، يمكن صوتنا يوصل للمسؤولين، ويمكن حد يسمع البرنامج يبتدوا ان هم يعرفوا. بالله عليكي يا استاذه بشرى ما تشيلي صورتها طول الحلقه. باذن الله يا حبيبتي، باذن الله باذن الله. يعني ده صورتها ما تتشالش. لا يا حبيبتي، يعني لو حد شافها
يا ريت يعني يبلغ عنها، لان دي شطانه باذن الله يا حبيبتي. خاربه بيوت المحله كلها اقسم بالله، والبلاد اللي جنب المحله كمان يا حبيبتي ربنا ما خلتش حد ما نصبتش عليه. عارفه البياعين اللي بيبيعوا طماطم وخضار، الناس الغلابه دول لا حول ولا قوه الا بالله كانت نصبه عليهم، والله العظيم ما بكذب عليك. مصدقاكي. فهي ما سابتش حاجه ما عملتهاش. وليها طريقه في الاقناع، انا جربتها مش هقول لك لا. طريقه ده هي بصي تخليكي تطلعي لها عينك. تمام يا حبيبتي، تمام. شكرا ليكي يا شروق، وربنا يجيب لكم حقكم باذن الله، كل اللي هند نصب عليهم باذن الله. ودي كانت صاحبه هند المقربه شروق الملقبه، هي لقبها شروق لكن اسمها في البطاقه امل جاد السيد، كانت من ضمن ضحايا هند، وزي ما سمعنا اللي قالته. طبعا في نهايه الحوار بنشكر عيون مصر الساهره، كل أقسام الشرطة اللي قاموا بتوجيهنا، وكل الجهات المعنية اللي قامت بمساعدتنا في إدلائنا بالمعلومات اللي لازمانا في قضية هند. ويا ريت نتوخى الحذر من هؤلاء النصابين، ويا ريت ما نقعش فريسة للناس اللي زي دول. وبإذن الله على وعد لكل الناس إن بإذن الله أثناء ما يتم القبض على هند أكون معاكم، وبإذن الله أنزل لكم، وهيكون معانا مستشار قانوني للرد على كل أسئلتكم. فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونواصل لقائنا مع